خطاب استدعاء 35 قرشا وخزنة سلاح بهما ذخيرة. هذه كانت متعلقات المجند عبد الحميد طه الذي استشهد في حرب 67 والذي تم العثور على رفاته بمنطقة تمادة أثناء حفر وتمهيد طريق لرصفه بوسط سيناء الأسبوع الماضي. ولد الشهيد عبد الحميد طه وسط أسرة صغيرة في محافظة الفيوم. احنا ما شفناهوش لكن سمعنا حكايات عنه من والدي ومن جدتي أمه الله يرحمها والله يرحم والدي، وطبعا كانوا قريبين جدا لبعض. يعتبر هو اللي ربى والدي. شفت روحه حياته من حكاوي والدي عنه. فترة حرب في اليمن وجاي من اليمن على هنا، دخل المدرسة بتاعته اللي هو كان فيها وقعد خطب وشبك ولبس شبكة وفضل كان هنا قاعد يجي سنة ورجع استدعاه في الجيش. كان عمره 25 سنة ساعة مشي للحرب، وما كان شغال مدرس وما كانش لسه اتجوز. كان مثالا للمدرس القيادي والقدوة. طبعا احنا سمعنا عنه حكايات كتير من والدي. في الحرب اللي استشهد فيها بتاع 67 عمي جاله جبل الاستدعاء وهو في المدرسة، فمشي من جبل الاستدعاء حتى ما لحقش يودع أهله هنا. 50 عاما بين الانتظار والأمل بأن يعود فقيدهم. كنا عايشين على وهم ان هو في يوم من الايام هيرجع لنا. انا كنت بحس كده انه هيجي في يوم من الايام وجايب عيل معاه متجوز ومعاه عيل جايبه معاه. احنا نفسنا كنا منتظرين ان احنا نشوفه، كنا على امل انه يرجع. لحظة ما عرفت انهم لقوا رفات عمي في سينا انا تذكرت كل حاجة كان بيقولها لي ابويا. رحنا الشؤون المعنوية ووجهونا قالوا لنا تقابلوا حد في التنظيم والإدارة في القوات المسلحة. رحنا هناك طبعا ادونا معلومات ان هو بالفعل تم استلام الرفات وتم دفنه في مقابر الشهداء. هي مطالب مدرسته تتعمل باسمه، مدرسة التوفيقية الابتدائية اللي مشي منها هتتعمل باسمه. احنا طلبنا طبعا ان المدرسة اللي كان بيدرس فيها واللي خرج منها بعد استدعائه على الجبهة للحرب تكون تتغير اسمها لاسم الشهيد عبد الحميد طه تخليدا لذكراه. حكايات وقصص مشرفة يرويها لنا التاريخ عن أبطالنا في القوات المسلحة، ظلوا وسيظلوا فخرا لنا ولكل الأجيال.